وفي سنة 2005 بيعمل آدم فيلم معلش إحنا بنتبهدل، وأخيرا بينجح آدم إنه يوصل لجمهور السينما بعد شوية محاولات بائسة طبعا. والفيلم ده نجح لأن فعلا آدم فهم لعبة السينما وإزاي يقدر ينجح فيها. جابوا شخصية القرموطي اللي ناجحة مع الناس جدا وحولوها من مجرد شخصية كوميدية وحطوها في إطار سياسي كوميدي. قالوا طب إيه اللي هيحصل لو خلينا القرموطي يروح يقابل الرئيس الأمريكي بوش ويقابل الرئيس صدام في العراق، وابنه وحيد يروح بغداد في وقت حرب العراق وأمريكا عشان يكون نفسه. فكرة خام وبره الصندوق، والفيلم فعلا كسر الدنيا وآدم تفوق على نفسه فيه بالرغم إنه كان نازل قدام فيلم سياسي كوميدي تقيل زي السفارة في العمارة. وبالمناسبة يعني سنة 2005 دي كانت سنة ما جاش زيها في السينما، اتعمل فيها 37 فيلم مصري، منها أبو علي وبوحة ويانا يا خالتي وملاك اسكندرية وزكي شان وحرب إيطاليا وأبو العربي وحريم كريم ودم الغزال وحاحة وتفاحة. كله كان نازل يفرض عضلاته في السنة دي، مش هزار يعني. والله الواحد بيزعل لما بيفتكر إنه كان في يوم من الأيام كان واقف قدام السينما وقدامه الفرايتي دي كلها من الأفلام، اختار منهم واحد عشان يدخل